بسبابو الاخ ديالو غادي يموت والام ديالو غتموت، وتخيل معايا بسبابو العائله ديالو كلها تشتات. خالد اللي كان عايش في السويد وبدا كيفكر مع راسو وقال ليه هذاك الراس ديالو خاصك تمشي لواحد الفيلاج في المغرب وتسرق بانكا. القصه ديالنا على خالد غنعرفوا القصه ديالو كامله واشنو وقع معاه. فاش غادي تكملوا هاد القصه غتعرفوا باللي فاش ان الله سبحانه وتعالى مني كيقاد لينا الطريق ديالنا في الحلال فاحنا كنعيشوا الحياه، وملي كنمشيو للطريق الحرام فكنكونوا دمرنا حياتنا بيدينا. في الصيف ديال 1993 وبالضبط في مدينة الصويرة، خالد هذاك الوقت كان في عمره 16 سنة، وبالضبط مع الصباح خالد كان مع 6 الصباح كيتقلب وكيسين با فوقاش يجي باش يفيق مع 8 باش يقول له راني بغيت نمشي للبحر وندي معايا خويا يحيى اللي في عمره 14 عام. المهم كينعس 5 دقائق وكيفيق كيشوف المكانة واش وصلت 8 باش يمشي مع خوه للبحر. المهم بقى كيتسنى حتى ضربات 8 ونص. المهم شاف با وغادي يمشي عنده غايقول له با راني بغيت نمشي انا وخويا الصغير للبحر. الاب ديالو غايقول له الصباح تولى خليني بعدا نصلي ومن بعد نهضروا. المهم الاب ديالو غتجبد واحد 400 ريال وغايقول ليه هاد 400 ريال غتمشي بها انت وخوك الصغير للبحر. قال له غتمشيو في الطوبيس غتشريو بواطه ديال الطون وقرعه ديال المناضه وجوج باكيطات وسير انت وخوك الصغير تبحروا مع راسكم. وقال لي عندك تنسى ما تفيقش امك وتقولها ليها. المهم شد ديك 400 ريال فيق خوه يحيى وغادي يكون فرحان غادي هو وخو الصغير للبحر. المهم شد الشكاره ديالو بدا كيعمرها بالحوايج ديالو الفوطه الشورت، المهم فرحان ديك الساعه غادي هو وخو البحر. واحد المعلومه بالنسبه للام ديالو علاش ما فيقاش، لان الام ديالو مسكينه مريضه بالسرطان. خالد كان كيقول مع راسو الا مشيت فيقت الام ديالي صعيب انها تعاود ترجع تنعس. قال لخوه غنخرجوا شويه ما تسمعش الحس لامي باش ما تفيقش. مشى هو وخوه الصغير فرحانين وكيجريو في الطريق وكيتسناو غير فوقاش يبان لهم البحر. الطوبيس راه ما مشاوش فيه، غادي يمشيو غير من واحد الطريق على رجليهم. خالد اول حاجه غيدير غادي يمشي يقصد واحد المراه غادي يقول لها خالتي عافاك انا وخويا الصغير بغينا نخليو عندك الحوايج ديالنا. المهم غادي يمشيو هو وخو يحيى غاديين كيتبحروا فرحانين وناشطين. ضربات ديك الجوج ديال النهار مشات الشكاره ديالو جبد الباطه ديال الطون وقرعه المناضه ودوك جوج باكيطات. هذيك المره كانت ظريفه جبدت الشكاره ديالها وعطاتهم واحد الكاس كروطات قالت له هاك كول تا وخوك. المهم منين كلاو شبعوا طاحت عليهم واحد الفكره بانوا لهم دوك الدراري كينقزوا من الصخر وقالوا غادي نمشيو عندهم. قال غنمشيو عندهم تما وغادي نبقاو نلعبوا معاهم. خو الصغير حتى هو بغا وكان فرحان. المهم طلعوا في واحد الجبل صغير وما يبانوا لهم الدراري كينقزوا وتما غاديين قاصدينهم. المهم وصلوا تما وبدا كيبان لهم بنادم كينقز من الصخر. خالد غادي ينقز ديك الساعه، يحيى حتى هو غادي يتبعو. المهم بداو كينقزوا كيعاودوا يطلعوا كينقزوا عجباتهم ديك اللعبه حتى لواحد الوقيته خالد غادي يشوف الاخ ديالو نقز وما بقاش عاود طلع. المهم غايقول الدراري اللي كبار منه خويا راه نقز وما بقاش عاود طلع خويا واقيلا غرق. المهم غيبداو يقلبوا على يحيى والو ما بانش. ضربات 4 ساعات خالد غيعرف باللي خوه داه البحر. بدا كيبكي تما والدراري الاخرين كيصبروا فيه وكيعاود ينقز يقلب على خوه وما لقاش. المهم تجمعوا الناس تما بزاف وجاو الغواصه وكيقلبوا على داك الدري اللي غرق. غادي تضرب 45 دقيقه غادي يجيو الجندارم وغادي يجيو البومبيه وبداو كيحاولوا يقلبوا على داك الولد. ضربات الساعه الاولى الثانيه الثالثه ضربات 11 ديال الليل وخالد مع ذلك باقي واقف قدام الحجر وكيقول على الله وعسى على ان خوه يبان. الاب ديالو كيقلب عليه ولكن ما لاقيش. وخالد الا ما جابش الاخ ديالو للدار مشكل كبير حيت يقدر الاب ديالو يعطي قتله د العصا ولا يقتلو. ضربات 12 د الليل والناس كيقولوا له سير في حالاتكم لداركم اولدي. كيقولوا له سير جيب باك راه الليل هذا. خالد بقى غير مصدوم على الاخ ديالو. خالد بقى غير مصدوم على الاخ ديالو اللي مات وفي نفس الوقت ما يقدرش على انه يمشي للدار. غادي يضرب جوج ونص غادي يهبط جيت لاكوط غادي يخطي راسو واحد الفوطو وغادي يبقى جالس كيبكي. غادي يوقف على واحد الراجل والمراه ديالو غاديين بواحد الكلبه في الليل. قالوا له مالك بان لهم مصدوم وكيبكي في واحد الحاله خطيره. هذاك السيد غيبقى في خالد غادي يجبد واحد 100 درهم وغيكمشها ليه. خالد غادي يشدها وبدا كيفكر تيقول مع راسو الا مشيت للدار الاب ديالي يقدر يصفيها ليا ولا مشيت عند الجندار يقد با تما يصفيها ليا. الحل الوحيد اللي كان عنده هو يمشي عند واحد خالته في اكادير لانه الا مشى للدار الاب ديالو يقدر يقتلو. خالد غادي يمشي جهه المحطه وكيقلب على الكار ديال اكادير وكلشي كيشوف فيه السيد كيبان مرعود وباقي دري صغير وكله فيه الرمله وفازق. وقفوه الناس وقالوا ليه الا بغيتي تمشي لكار الاكادير راه هو كاين على برا. المهم ركب في الكار وغادي الاكادير والطريق كامله هو كيفكر وكيبكي على هذا الشيء اللي طرا لخوه. غادي ينزل في اكادير وبقى كيدور بحال الهبيل وكيقول الدار ديال خالتي كاينه في واحد الدرب واحد البلاصه سميتها المسيره. غادي يلقى الدار ديال خالته. وقف تما مع ديك 7 ونص وبدا كيدق عليها في الباب. غادي يخرج له واحد الراجل كبير قال لي شنو بغيتي؟ قال لي بغيت خالتي. قال لي داك الراجل قال لي كاين هنا غير واحد المراه كبيره.
داك الراجل قال لي خالتك اللي كتقلب عليها راه ما كايناش في الدار. قال لي انا شي عام ونص دابا وعرف باللي خالته ما بقاتش تمايا، غادي يبقى جالس في داك الدرب. ما غدوز غير شي 5 دقائق غيجي واحد مول المحل. المهم غادي يبدا يحل داك المحل ديال تقالت، وخالد غادي يمشي عنده يبدا يهضر معاه. في نفس الوقت خالد كان كيبكي وبدا كيقول ليه انا راه صفيت لخويا البارح بالليل ما قديتش نعس، وقال ليه البارح مع 2 ونص خويا توفى في البحر قدام عيني. مول الحانوت قال لي مالك اوليدي على هاد الحاله، سير عند باك، سير عند الجندار، سير شي حركه. خالد غيقول له ما قديتش، الا مشيت عند با راه يقتلني، الا مشيت عند الجندار قال لي راه نقدر نلقاه تما يقتلني تما. داك البقال غيجبد واحد الكوميره غادي يقسمها من النص وغيدير فيها شويه الزبده والكونفيتير وغادي يعطيه بعدا يفطر. ما قادش يفطر خالد. الماء كيقدر يشرب ولكن اتاي ولا كيبان لي بحال الماء، والخبز ما كيقدرش يعط، والماكله بالسيف باش كتوحل لهنا. خالد كيتفكر داك المشهد ديال خوه اللي توفى قدام عينيه. داك السيد كيقول ليه شوف داك الشيء راه مكتاب، الله عز وجل مكتب ليه يمشي والقدر ديالو هو هذاك. خالد كيبكي ومول الحانوت كيصبر فيه وكيقول له شوف اولدي الله يرضي عليك الا غتلقى شي حل على انك تمشي عند والديك. خالد سلام مع الهضره وبدا غادي كيقول مع راسو غنمشي للطوبيس ونعاود نقلب على خالتي. وداك الشيء اللي قالوا البقال، قال له خالتك اخر مره قالت لي انهم غيسكنوا في واحد المنطقه، وعطاه النمره ديال الطوبيس اللي غادي يركب فيها. عطاه داك البقال النمره ديال الطوبيس وبقى غادي كيقلب على الدار ديال خالته. المهم خالد غادي في الطوبيس وكيفكر حتى لواحد اللقطه واحد البنت غتجي وغتشنق عليه وغتشد له في يديه والضفار ديالها غيتراساو في العنق ديالو وغتقول لهم هذا هو الشفار اللي سرق ليا التليفون. الناس غادي يدوروا غيشنقوا على خالد. مع تبارك الله خالد رغم على انه عنده 16 عام كيبان طويل وصحيح والموسطاج ديالو مطراسي. صنقوا عليه الناس، هبطوه داروا له القنبله في يديه وبداو كيساينوا في البوليس. المهم جاو البوليس كيقول السيده اقسم بالله ما خديت لك تليفون، وكيقول لهم انا اصلا براني عاد جيت لهاد المدينه ورا خويا توفى وكيبكي وشي واحد ما رحمه. وكتقول لهم هذا اللي داري تليفون. المهم طلعوا من بوليس الصافيط وبدات كتسبو قدام البوليس. البوليسي قال لها الحق ديالك غتاخديه بلا ما تبقاي تسبي فيه. وبدا داك الضابط كيستجوب في خالد. المهم داك البوليسي في التحقيق قال له فين كنتي هذه 15 يوم. الدري غيقول لي اصلا انا راه ولد السويره، وقال لي انا راه البارح جيت بالليل لعند خالتي وما لقيتهاش، وبالاماره مشيت عند واحد مول الحانوت وداك البقال عطاني ديك النمره ديال الطوبيس باش نمشي عندها وها هي النمره. داك الضابط بقى فيه وفي نفس الوقت حس بيه لانه عاود له القصه ديالو كامله. عاود له القصه ديال الاخ ديالو اللي توفى وعلى ان الاب ديالو يقدر يصفي عليه، وفهم بلي ان ديك السيده غير حطات عليه الباطل. وفي نفس الوقت ملي كيقول لها كي داير لك كتقول له ما عرفتش كان مورايا ما شفتوش. الضابط كيقول لك كيفاش ما شفتيش وما عرفتيش وانتي شنقتي على السيد. ولكن الضابط طاحت عليه واحد الفكره. قال له شوف جيتي في الكار عندك شي ورقه ولا شي حاجه كتثبت بلي انك جيتي في الكار. حل الشكاره وبدا يقلب وغادي يلقى الورقه. قال له شوف يا لاله هاد السيد راك غير بغيتي تظلميه. قال له هاد السيد هذا ها فوق جتا وها فوق جتا، وانتي خاصك تمشي تقلبي على اللي سرق لك هذاك التليفون ديالك وبلا ما تهمي هاد السيد. وانت شوف العنق ديالو كيفاش داير، الا جا هو يتابعك راه انت اللي تقدري تهبطي فيها. المهم تيقول له الضابط انا غندير مجهود باش نقلب عليك على خالتك الا كنتي مسامح لهاد البنت اللي اتهمتك بالسرقه. المهم قال له انا مسامحه باغي نمشي عند خالتي الله يرحم لكم الوالدين. داك الضابط كان شاد الليل نوض الطوموبيل ديالو وركب مع خالد. المهم مشى لديك الدار دق على السيده خرجات قال لها هاد السيد راه جاي من الصويره وها شنو طرا عليه وها شنو طرا عليه. قال لها هاد السيد ها شنو طرا عليه وها شنو وقع عليه. قال لها غتحاولي على انك تلبسي حوايجك وغتسيري الاكادير والبركه في راسكم بعدا وسيروا للعزو. وقال له حاول على انك تحضي هاد الدري لان الاب ديالو يقدر الله يستر يقتلو. المهم قالت له صافي وعنقات خالد وبدات كتبكي وكتبكي. وخالد كذلك كيبكي كيقول لها خالتي والله ما درت شي حاجه، وخالد بوحدو نقز ربي مكتب له على انه يموت. كتقول له صافي هادشي مكتب والله. جا الراجل ديالها في الطوموبيل وعاودت له الاسطوار هزهم وبداو شادين الطريق ديال الصويره الطريق كامله وراجل خالته كيغوت عليه كيقول له اش داك تمشي للحجر، اش داك دي معاك خوك لهاديك البلاصه، اش داك تعاون مع الناس كبار عليك. هو غير كيبكي وحاس بلي انه من غادي يجيب با غادي يضربو ديال بصح ولا يقدر يقتلو. المهم وصلوا مدينة الصويرة ولقاو الباب محلول دخلوا لقاو الناس جالسين والقرآن مطلوق وكيشوف باه من البعيد جالس في الكرسي. جا خالو سلم عليه لكن الأب منين بغا يطلق يديه خالد باش يسلم عليه الأب ديالو بدا كيشوف فيه ما قدرش على أنه يسلم عليه.
ومشى عند الام ديالو. امو مسكينه دايره الحامض في راسها ومريضه وما قادش توقف وما بغاش تهضر مع خالد. خالد بوحدو جالس في الدار والناس كيجيو يعزيو، وفي نفس الوقت غاديين كيمشيو بحالاتهم واحد بواحد. داز 3 ايام ديال الجنازه والاب ديالو ما بقاش كيهضر معاه حتى كيقول له لا سلام لا كلام، وبحال كاين في الدار بحال ما كاينش في الدار. وكذلك الام. وكل ليله خالد كيبقى يبكي حتى داز تقريبا على هاد المرحله 15 يوم. هو ناعس في الدار مع 6 الصباح كيسمع باه كيفيق في الام ديالو، والام ديالو ما بغاش تفيق. باه كيبكي وكيغوت، وفي نفس الوقت خالد فهم باللي الام ديالو توفات. هنا بدا واحد الصراع جديد، واش انا هو السبب ديال تدمير هاد العائله؟ واش انا هو اللي كنت السبب في الوفاه ديال الام ديالي؟ لان الاخ ديالي كنت سبب على انني صفيت عليه بيدي وديته معايا البلاصه فين كاين الحجر، وانا السبب تاع عام وهو باقي صغير ومات الله يرحمه. المهم بزاف الاسئله كان كيطرح مع راسو. من خالد في الصراع مع الاب ديالو، با كيجي كيحط له 400 ريال خاصو يلقى العشاء والغدا، وشكون اللي كيطيبهم؟ خالد. الناس مور الصيف كيدخلوا المدرسه، لكن خالد لا، ما عطاش فلوس الادوات وما عطاش فلوس الدخول. بدا كيمشي بشويه بشويه للمدرسه، لكن ما بقاش كيبغي يعطيه الادوات ديالو. ولا بغى شي حاجه كيقول له شوف ها هي 400 سير جيب بيها وسير قاد راسك الماكله ديالك. ولا هو اللي كيصيق، هو اللي كيطيب في الدار، ولا هو اللي كيعجن، ولا اي حاجه خاصها الدار في الدار ضروري انه يكون خالد. دازت على الوفاه ديال الام ديالو 4 شهور. واحد النهاريات الاب ديالو غادي يجي في الصباح، غادي يعطي لخالد 200 درهم، غادي يقول له شوف انا راه غنغبر واحد السيمانه، دبر راسك، هاد ال 200 درهم خاصك دوز بها سيمانه، وما بغيتكش تمشي تسلف من عند شي واحد على حسابي. خالد غادي يشد ديك 200 درهم وغادي يسكت، وبدا كيحاول لانه ياكل منها. دازت سيمانه وبا غادي يدخل مع واحد المراه، مراه دايره الدره. واول كلمه غيقول خالد ان هاد السيد راها مرتي، عطيها التيقار وبعد منها، ولا عندك حل واحد خرج قلب على راسك من هاد الدار. خالد عرف بلي انه ما بقاتش بلاصتو في الدار، واخا انه كيمشي للمدرسه ما عندوش فلوس الادوات، ما عندوش فلوس الوراق، بزاف ديال الحوايج، ولا مسكين كيمشي وكيجي وما عندوش حتى ريال في جيبو. قال الحل الوحيد هو انني ندخل عند شي حلاق ونتعلم الصلعه. وداك الشيء اللي كان مشى كيقلب على شي حلاق، ضرب الشهر الاول والثاني وما بقاش كيبغي يمشي عند داك الحلاق، لان داك الحلاق دائما كيعطيه الشطابه، يقول له شطب الصغب وكيواقف قدام الباب. خالد غادي يمشي عند واحد الجزار، وتما غادي تبدا الحرفه ديالو. ولا كيخدم مع داك الجزار كيحاول انه يمسح له الطبله. المهم ولا خدام مع داك الجزار كيتعلم. المهم بدا مع واحد الصراع كبير مع العائله ديالو، شد فيه نشد فيك، حتى لواحد النهار با غادي يتشانق هو وياه وغادي يبقاو يتضاربوا. وتخيل معايا خالد غادي يلقى البوليس كيسينو فيه لتحت، غادي يعتقلوه وغيديو الكوميساريه. غيخلط عليه با وغادي يقول لهم هذا انا مسخوط الوالدين، هذا راه كان السبب في تدمير الحياه ديالي كامله، وراه اصلا هو اللي ضربني. المهم البوليس بقاو كيقولوا لي شوف عندك 2 حلول، اما تمشي تقلب فين تكري وتخرج من الدار ديال باك، وراه عارفين بلي باك هو اللي بغى يجبد معاك الصداع، وعارفين بلي مرات باك ما كتبغيكش. سير قلب على راسك ولدي، الحاجه اللي فيها الصداع بعد منها وسير قلب على حياتك من جديد. مشى كيتخشى مع الدراري في بيت، وفي نفس الوقت كيمشي لتا الجزارت. المهم بدا كيتقاتل مع الوقت شويه بشويه تبدا كيكبر ويجمع واحد البركه ديال الفلوس. وفي العمر ديال 26 عام بدات كتبان له اما الغربه، اما يعطي الرشوه لواحد الشركه ديال الحليب يدخل معاهم ولا يدير محل ديالو. المهم هاد الفكره ديال يدير محل ديالو بدات كتدخل له الراس. بدا كيجلس مع الناس، وبزاف الناس كيقولوا له بلي كاين واحد السيد غتعطيه 2 المليون وغادي يدخلك تخدم في هاد الشركه ديال الحليب. المهم غتخدم في الشركه ديال الحليب، عطا ديك 20 الف درهم هو يدخل لديك الشركه. بدا حتى هو كيترقى، كرا دويره ديالو، جهز الصالون ديالو، بيت النعاس ديالو، التلفاز ديالو. المهم بدا كيمشي مع الدراري للسيبير، كيجلس كيتفرج في الفيديوهات. ديك الوقيته كان طوندونس ديال الشاط، كيدخل الميتي ام اس ان. المهم في نفس الوقت الدراري كيوريو ولا كيلبس الباس زوين، ولا كيعطي التيقار للوالد ديالو مره في الشهرين كيمشي يزورو. في نفس الوقت با كيبقى يطلع فيه ويهبط وخرج في حالته. حتى لواحد النهار جالس كيشاتي في واحد السيت معروف، عيط لمول السيبر قال له شوف لي شنو الميساج. قال له مول السيبر هذا الميساج برتغاليه ديال واحد البنت.
قال له السيده راه صيفطات لك السلام وقالت لك بغات تعرف عليك. وبقى كل مره كيهضر معاه وكيدير الترجمه. ان العمر ديالو ديك الساعه كان 26 وهي قالت لي في عمرها 50 عام وساكنه في السويد. والسيده كتصيفط له التصاور ديالها وتصاور ديال الدار فين ساكنه. وكذلك خالد كيصيفط ليه التصاور كيقول لها مرحبا بك في المغرب. ما غدوز على ديك العلاقه ديالهم. دازت عليها 8 شهور وديك السيده قالت له غادي نجي للمغرب. المهم جات عنده المغرب. جا الدري صاحبو هز الطوموبيل ومشاو عندها للمطار ديال الفلسطين. وها غير شاف هاد الدري صاحبو خارجه ويقول له الشيباني يا الصاد. وداك الكلام اللي قالو صاحبو بقى فيه الحال. وقال مع راسو كيقول غادي نمشي لاوروبا غادي نتزوج بها. كيقول له راسو ما غنضرب معاها غير 7 شهور ولا 8 شهور غادي نمشي نطلقها وندبر في شي قاوريه. مشات السيدة والاخر غير ساد فمو وكيبتسم وضحك. وخالد داخل له القلب ديالو كيقول مع راسو هاد البريكور خاصني نصبر عليها ونحاول انني نجلس معاه ونضحك معاه ونصبر لمده ديال 30 يوم. وداكشي اللي كان سافر هو وياها مشاو هو وياها لمراكش لطنجة. المهم داروا المغرب كامل سالات الامور هي تمشي في حالها. وقالت له شوف منك ما غاديش ندوزك انا باغاك للزواج وبغيت نجيبك عندي. ودارت المستحيل هاد البرتغاليه. دارت المستحيل باش تجيبو عندها. قاد له الوريقات ديالو. السيد مشى ضرب واحد الحسانه لبس لباس جديد وجبد الساك ديالو قصد السويد. لقى واحد جوج بنات كيتسناوه هما ودوك الشيبانيه. اين فوا غادي تسلم عليه غتقول لي هادو راه بناتي. وهذوك البنات ديالو كيبانوا كبار على خالد. المهم هذيك السيده قالت له غنزوج انا وياك تزوجوا وما يبقاو في الدار. واحد السيمانه ما يبانوا واحد زوج رجال في الاول كيشوفهم كيدخلوا للدار كيصحابوا خالد يمكن راه خوتها ولا من العائله ديالهم. لكن طولوا بزاف الجلسه كيجلسوا عندها في الويكاند كيشربوا حاشاكم الشراب. كيبقاو يضحكوا حتى لواحد النهار قال لها شكون هادو. قالت له هادو الاصدقاء ديالو كانوا خدامين معايا وبقات واحله ليه. المهم حتى لواحد النهار المهم قال مع راسو خاصني نطلق هاد السيده ما خداماش ليا. وبدا كيقلب على راسو حتى لقى واحد الخدمه في تبنيت وتلاقى مع المغاربه. ولا كيجلس مع المغاربه في القهوه وواحد السيد ويقول له واحد النصيحه. قال له شوف عندك تدي مرا شيبانيه في السويد. خالد بحال صرفقتي كيفاش انا غندي مرا شيبانيه. قال له اصلا انا نجيك الصراحه راني مزوج مرا شيبانيه. الاخر قال له نار اش داك ليه. السيده كتكون كتشرب وكدير وكتفعل وما عندكش الحق دير ليها حتى حاجه. وبدا كيخلع فيه. خالد قال له مالي انا راني باغي غير الوراق. قال له اسمح لي. قال لي انت تزوجتي بها كتعتبر ديوتيه كتدخل لك الرجال. قال له انا هاد العبد اللي كتشوف مزوج بوحده في عمرها 28 عام ودخلتها للاسلام. والسيده دايره الحجاب ومحترمه راسها وفي وسط السويد. خالد غادي يحس بالحقره وبدا تيقول مع راسو هاد السيد هذا ما خاصنيش نتعاشر معاه. بدا كيقول مع راسو خاصني نتعاشر مع ناس اخرين. بدا كيتعاشر مع ناس اخرين وبزاف د صحابه كانوا كيطلعوا عليه. واحد النهار قالت له خرج الكلب. والسيد ما بغاش يخرج الكلب وبدا كيتزايد هو وياه في الهضره. المهم مشى لواحد السوبر مارشي جاب الشراب مشى بقى كيشرب 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 كيشرب. المهم خالد فوت بزاف الشراب. المهم دخل بداك الكلب للدار وداك الكلب طايح في واحد الفاز. وعاد الدور خالد غادي يضرب بواحد الصرفيقه. والسيده غتشوف هذاك الشيء هادشي كتجري هي بلاصه انها غتقول له مال داك الفاز غادي تصرفق خالد. ومع خالد سكنان حتى هو غيعاود يضربها. المهم غادي يتشاد هو وياها وبقى كيعاير فيها وبدا كيقول لها انتي وانتي وانتي. وسط دوك الرجال اللي كانوا حاضرين. دوك الرجال كانوا غير كيشوفوا واحد الساعه غيهبط خالد وبقى كيضرب فيه كيضرب. وجاو ديك الشيبانيين كيعاود يفكوا فيهم ويعاود يضرب فيها. المهم ديك الشيبانيه الدم خرج ليها من وجهها. المهم السيده بدات كتحس بالموت ديالها. اين فوا غادي يمشي يطلع بداش يجيب الجاكيطه ديالو غادي يلقى البوليس في الدار. المهم غيقولوا له هبط غيضربوا له المينوط وغادي يديو جوج حاجات وغادي يقول له المحامي عندك جوج حلول. الاما غادي تبقى هنايا وتقعد تضرب واحد 18 عام ديال الحبس لانك تعديتي على امراه كبيره في السن وشنو درتي لها ودرتي لها وراه داخله في العنف والجمعيات وبزاف د الحوايج. ولا من غدا غنحاول انني نجيب لك واحد الورقه تسنيها ويديو كريفو للمغرب. وقال له المحامي واحد المعلومه حاول على انك تسني ورقتك وتمشي في حالاتك لانك الا بقيتي هنا غتعذب بزاف. ما غيصبح الصباح حتى غيلقى راسو في مطار محمد الخامس وكيغوت للدري صاحبو كيقول له اجي الدين. ركب مع صاحبه في الطوموبيل. صاحبه قال له علاش تعطلتي. قال له ها شنو وقع لي وقال له راه سدوني البوليس حتى في المطار وبداو معايا في التحقيقات وداك الشيء علاش تعطلت عليك. الطريق كامله كيعاود له من نهار مشى للسويد وقع له المشكل مع ديك المراه ورجع.
بدا كيجلس في الحومه، جا مع واحد البويره كديال 6 المليون، كيقول اش غندير. ديجا خالد كان خدام في تاكزارت، كيعرف يصاوب الصاصيط، كيعرف يصاوب ليدان، كيعرف يصايب كلشي في تاكزارت. المهم كان حريف. داري صحابه قالوا له علاش ما تشوفش شي سمسار يشوف لك شي محل كاين في السويقه ولا في السوق، وتما كتكون التجاره ودير المحل ديالك وبدا تخدم على راسك. بدا كيقلب من السمسار للسمسار حتى غيتلاقى واحد السمسار غيتصل بيه، غادي يقول له جي عندي، غيقول له شوف كاين واحد الهوته، واحد راجل كبير عنده محل ديال تاكزرت في واحد الفيلاج، وداك الفيلاج راه فيه واحد السوق اسبوعي، وفي خبارك داك النهار ديال الثلاث يمكن يعوض لك السيمانه كامله، تبيع اللحم كامل اللي عندك. قال له فين كاين؟ مشى معاه، لقاه في الضواحي ديال اكادير، وداك السوق كان بصح كيعمر. بس مشى معاه وشاف المحل كان ملاصق مع واحد البانكا، واحد البانكا غير صغيره فيها ثلاثه السيكيوريتي. المهم ديك البانكا فيها غير واحد المدير، واحد السيكيوريتي، وشي واحد خدام في لاكيست. المهم فيها ثلاثه الناس اللي خدامين فيها. المهم مشى جلس مع داك السيد وعطاه العربون. المهم جاب فريقو على اساس انه يحط داك الشي ديالو، وداك الشي اللي كان بدا النهار الاول. جاب اللحم، جاب لادان. المهم السيمانه الاولى كانت الامور ميته، السيمانه الاولى كانت الامور ميته لان التجاره كتبغي شويه ديال الصبر. وبقى غادي على داك الحال، التجاره كانت ناقصه شويه، وبدا كيدير الترافيك، ولا بدا كيجيب الكفته وكيطحنها وكيخلطها مع الجلاف ديال لادان ولا جلاف ديال الدجاج. المهم وخالد ولا كيدخل فلوس، ولكن تاع حراميات. الناس ولاو كاين اللي كيعيق وكاين اللي ما كيعيقش. اغلبيه بداو كيهربوا، كيحاولوا على انهم يمشيو للفيلاج وتسناو حتى الاخر ديال السيمانه باش يمشيو للسوق ويشريو اللحم. بداو الناس مره كيمشيو عند خالد ومره كيهربوا. واحد كيقول لواحد بلي لا ان خالد اللحم عنده عيان، لكن ما عندهم ما يديروا. في الاخر ديال السيمانه ضروري خاصهم ياخذوا اللحم من عنده، لان كاين هو الجزار الوحيد اللي في ديك البانكه. وزيد على ان المدير الوحيد اللي في ديك البانكه اللي ملاصقه معاك كيدي من عنده اللحم. ومره كيدخل عندهم البانكه وكيتصارف مع المدير، وكيشوف بان البيرو ديال المدير ملاصق مع الكراج وبزاف ديال الحوايج اخرين، بزاف ديال العوامل كيشوف ولا كيتعايش معاهم. هنا خالد بدا كيجمع الفلوس باش يشري داك المحل. وداك الشيء اللي كان النهار اللي غادي يشري المحل من عند داك السيد، غادي يجي واحد السيد مقابل معاه وغادي يدير كزار. تبارك الله داك السيد كان جايب اللحم مزيان، والمحل ديالو نقي ومزيان احسن من ديال خالد. والكليان كلهم مشاو عنده، وبداو الكليان كيهربوا من عند خالد وكيمشيو عند داك السيد كيتقداو من عنده. وبدا الصراع ما بين خالد وداك السيد، خالد كينقص الثمن والاخر كينقص الثمن. خالد واحد النهار ولا في الصراع مع داك الجزار، كيخرج هو وياه ويتشانقوا قدام الناس ويتغاوتوا علاش درتي هادي، علاش طيحتي هادي، سرقتي لي الكليان. والناس بداو كيفكوا فيهم، وخالد بدا كيشتبان في داك المحل. كيجي عنده واحد صاحبه بدا كيعطيه اقتراحات، كيقول له قلب صاحبي دير بلان بي ولا دير محل حانوت صغير. وفي وسط الحوار ما بين داك الدري وخالد غيقول له بالضحك فرقع الصور ودي الفلوس اللي في هاد البانكا وهني راسك. خالد دوز، ولكن في اللي بدات كطور له في راسه، بدا كيقول مع راسو اجي الفلوس كاينين عند المدير وبينه وبين المدير غير صور. علاش ما نديرش واحد الحاجه؟ علاش ما نحفرش هذا الحيط هذا ياك فيه غير الفريق ومغطي والناس ما غاديش يعيقوا؟ ولكن قال خاصني نضرب الضربه ونغبر ما نبقاش نبان. غادي يدورها في الراس ديالو خالد، وقال مع راسو غنغوت لواحد الدري اصلا اللي عنده الطوموبيل، هذاك الدري اللي كان جابو من المطار صاحبه. جلس معاه وبدا كيهضر معاه، قال له شوف كاين واحد الهوته نقدروا نضربوا فيها الفلوس، انا غندير راسي بانني تسيزيت وغنسد المحل وغنرجع في حالتي للصويره، وانت غادي تفرقع المحل، غادي تبات فيه، غتبات في السبت وغتبات الحد. قال له شوف كاينه واحد الهوته نقدروا نضربوا فيها فلوس صحيحه. قال لي شوف انا غندير راسي بانني نسيزيت وغنسد المحل وغنرجع في حالتي للصويره، وانت غادي تفرقع المحل، غتبات فيه، غتبات في السبت وغتبات في الحد. والسبت غتحاول تهرس الصور وتاخد الفلوس وتخرج من الكراج وتسد الباب وتخرج بحالاتك. ولا قدر الله وشدوني البوليس، انا غادي نشد شي اوطيل بالضبط في هذاك النهار في الصويره باش ما يعيقوش بينا. هادشي اللي غنقول لك غيبقى بيناتنا، والفلوس اللي غتسرق غنقسموهم بجوج انا وياك. داكشي اللي كان خالد غيوهمهم بلي ديك الحرفه صافي ما بقاش بغا يديرها، وغادي يسد الكراج ديالو، ولا بغى شي واحد الكراج نبيعو له. المهم هذاك الشيء اللي كان. جا الصباح ديال السبت وقف قدام البانكا، عرف الامور كيفاش دايره، عرف الكراج ديال خالد فين كاين، هو يرجع مع الشريان. وبقى جالس في الطوموبيل ديالو، ضربات 8 ديال الليل دخل الكراج هو يسد عليه، جبد المطرقه وجبد الفاس، وبدا كيحفر بشويه باش ما يدير الصداع.
اين فوا غادي يفرقع السور، غادي يلقى البيرو ديال المدير مقابل معاه، بدا كيحل فيه. واحد الساعه لقى واحد الفنجر ما بغاش يتحل، يبدا كيضرب حتى غيتفرقع هذاك الفنجر. المهم بغا يجبد واحد الصندوق، غيلقى فيه واحد 20 مليون ديال السنتيم، غادي يخشيها في الشكاره ديالو، غادي يخرج، غادي يسد الباب، غيشوف واحد العساس، غادي ينوض ديك الطوموبيل وغادي يمشي في حالته. من بعد واحد 30 دقيقة غادي بالطوموبيل ديالو، غيوقفوه الدرك الملكي في واحد الباراج، وقفوه السلام عليكم الواقف ديال الطوموبيل. غيجي عنده واحد الطبيب غياخد الوراق، غيقول له التفتيش، غيبداو يفتشوا فيه وغيقولوا له ديك الشكاره شنو فيها. غيحاولوا انهم يهضروا معاه، غادي يجبدوا الشكاره، غادي يقلبوها، غادي يلقاو فيها 20 مليون. الجدرميه عارفين بان البنكه تسرقات، لان العساس ديكلارا لهم باللي شي واحد حل الكراج ديال صاحبنا، وهاشنو كاين وهاشنو كاين. اعتقلوه ضربات 9 نهار 2. الجندارم غتجي مع ابيل من عند المدير ديال البنكه، وغادي يقول لهم راه البنكه تسرقات. اوتوماتيكمون غيعرفوا باللي صاحبنا هو اللي سرقها. شحال مشات؟ 20 مليون. ولكن شكون اللي هندس لهادشي كامل وشكون مولد الفيلم؟ اوتوماتيكمون غير يبدا الضابط المحضر، غيبدا صاحبنا يقول خالد مول الكراج فين هو، غنعتقلوه. جبدوه اعتقلوه، وقال لهم بلي انا راني كنت في الاوتيل وراني ما درت والو، وداك السيد ما كنعرفوش. شوف، قال له جميع الادله كتبين بلي انك انت من هاد الخطه. قسموا بيناتهم السنوات، وتحكم خالد ب5 سنين ديال الحبس، وصاحبنا اللي دار العمليه عطاوه 7 سنين ديال الحبس. جاهم الاستئناف وعاود تحكم خالد ب6 سنين، وداك الدري ب6 سنين، بمعنى 12 عام ديال الحبس. دخل الحبس خالد، وتما غيجيه واحد الدرس كبير. اول درس هو ان الدراري تما، الدراري اللي غيدخل معاهم انهم دراري اغلبيتهم دراري ما داخلينش بالسرقه ولا بالحرام ولا بالمشاكل. هل اللي عنده مشكل سياسي، هل اللي عنده مشكل مع الزوجه ديالو، المهم دعوه بخلطه. خالد غيضرب 5 سنين ديال الحبس، وبعد ما خرج غيكون تاب، غادي يتلاقى مع واحد صاحبه قديم. بعد ما تلاقى مع داك صاحبه غيعطيه واحد 350 طاقيه باش يدير فيهم التجاره ويترزق الله. خالد مشى قدام الجامع، فرج دوك الطواقي، كيقول مع راسو ها انا دابا الحمد لله كنصور نسيطرو الحليب ديالي، طرفة الخبز ديالي، مهم ومرتاح، والكرا ديالي ديال 500 درهم، كنجيب الشومبر ديالي، الحمد لله. خالد غيطيح على واحد ماشين ديال التريكوات والطاقيات، وغادي يشريها ب6 مليون. غيشري واحد الكراج وبدا خدام قبل ما يجي داك المرض الخبيث اللي راكم عارفين بلا ما نذكر سميتو. والحمد لله غادي يدير واحد الثروه كبيره من هذا الشيء، من التجاره اللي دار. قال الحل الوحيد اللي غندير هو انني غادي نبدا نخيط عاوتاني السورفيطات والتيشيرتات. وداك الشيء اللي كان شرا دي ماشين، جاب عيالات ورجال خدمهم معاه في واحد المحل. المهم خالد بدا خدام مع راسو، الفلوس داخله الحمد لله، وتغيرات حياته من هذاك الشيء اللي داز من الاول حتى لدابا.